السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا معايا ان شاء الله غادي نحضر معكم الحلوه ديال الكنافه اللي كتجي رائعه بزاف، اللي كتعجب الكليان ديالي ولا حتى التلاميذ ديالي. نتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للمقادير، عندي ربعه ديال الزبده ديال اللذه، 100 غرام ديال اللوز كونكاسي، عندي 2 كيسان ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، 2 البيضات، عندي 100 غرام ديال النشا، وعندي 600 غرام ديال الفرص، وعندي بالنسبه للتزيين عندي الكنافه، وعندي العسل، ومعاه غنضيف ليه واحد المعلقه ديال الجليكوز باش يكون شويه قاصح، وغنزينو بالكنافه كيف قلت لكم. كيف ما كتشوفوا معايا عندي 6 الفرماجات اللي غادي ندير في العجين باش كتجي حلوه مالحه، كتجي رائعه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا في هاجوار درت فيها السنيده والزبده، وغادي نطربهم، يعني غنخلطهم مزيان، نخليهم حتى كتولي عندي الزبده بوماد ونطلقها. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما ولات عندي الزبده على شكل بوماد مع السنيده مع البرد، دابا كتكون الزبده شويه قاصحه، كنخلطها بحال هكذا على هاد الطريقه بحال هكذا. عندي هنايا لاغوم ديال الفاني اللي في القصعه، كنبقى كندير لها بحال هكذا، كنضيف كاس لاروب ديال الزيت، كندخل شويه بشويه، وكنبقى نخدم فيها حتى كتولي عندي على شكل بوماد. داكشي باش يعني كينجح لينا الصابلي ديالنا ولا الغريبات، يعني كيبغيو يتخدموا مزيان في الاول قبل من اننا كنديروا الدقيق، حيت اين فوا كنديروا الدقيق ما كيبقاش عندنا اننا خاصنا نعجنوهم، ولا يعني غير كيتجمعوا صافي. على هاد الطريقه بحال هكذا كيف كتشوفوا معايا ولات على شكل موس. يعني خاص الطرف ديال الزبده ما يبقاش كيبان نهائيا. ناخذ 2 حبات ديال البيض، كنخلطهم. صدقوني هاد الغريبه كتجي رائعه بزاف، كتجي هشيشه. اللي بغى يضيف عليها حتى الكراميل من الداخل يقدر انه يضيفها عليها، ولكن غير بهاد المكونات راه كتجي رائعه. كنبقى كندخل في البيض مزيان حتى كنكمل. على الطريقه بحال هكذا. عندي النشا هي اللي غتخلي عنا الزبده، كيف ما كتشوفوا ضفت النشا دابا. حيت النشا هي اللي كتعاون وكتخلي الغريبه كتجينا هشيشه،
كيكون بالمفعول ديال النشا. على الطريقه بحال هكذا. عندي 6 الحبات ديال الفرomاج. كنخدمها مزيان باش كيدخل داك الفرomاج مع الزبده ومع النشا. عندي 100 غرام ديال اللوز كونكاسي اللي كنضيفو حتى هو. على الطريقه بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي واحد الخليط اللي كيكون موس بحال الشكل ديال الكريمه. دابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه. انا قلت لكم 600 غرام، ولكن كل دقيق وكيفاش داير. يعني كنبقاو ندخلوه في الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين. اون فوا ما كتبقاش كتلصق لينا في اليد، كنعرفوا بان الخليط ديالنا او العجين ديالنا صافي راه بركه عليه. كنبقى كندخل في الدقيق شويه بشويه على الطريقه بحال هكذا. نجمعها ونطلقاو. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنجمع العجين كيكون على هذا القوام بحال هكذا، ما كتلصقش. يعني داك 600 غرام شاط ليا منها شي نص كاس بحال هكذاك، بحال هكذا كتكون رطبه. دائما الغريبه الا بغيناها تنجح لينا ما خاصهاش تكون قاصحه باش كتكون لينا هشيشه. كتجي على هذا القوام بحال هكذا. غادي نكورها كويرات ديال 17 غرام ونطلقاو. كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما الكويرات ديال 17 غرام. كنديرها بحال هكذا باش كتكون خاويه من الداخل على الطريقه بحال هكذا. وكنحطها في الصفيحه يعني في اللاطه. كنعبر 17 غرام يعني كنساعن بالميزان باش يجوني كل حبه كتشبه الاختها، ماشي حبه كبيره وحبه صغيره، لا خاصهم يكونوا كلهم مقادين على الطريقه بحال هكذا. كما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كورتهم بحال هكذا 17 غرام غادي نكمل الكونتيتي كامله اللي عندي ديال العجينه ونطلقاو. غادي ندخلهم الفران يطيبوا على 170 درجه. بعد ما يطيبوا ونشوفوا باش غادي نزينوهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما عمرت اللاطه جاوني 2 لاطات اللي هما عامرين بحال هكذا. غادي ندخلها الفران على 170 درجه. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كطيب ليا الغريبه ديال الكنافه على هذا الشكل بحال هكذا كتاخذ هاد التحميره هذه. كناخذ العسل اللي كنديرو، كنزيد معاه واحد المعلقه تاع الجليكوز، وكناخذ الكنافه كنغطي بها الوجه ديال الغريبه. الكنافه
الكنافه اللي كنكون قطعتها وحمرتها في الفران على هذا الشكل بحال هكذا، كنغطي بها الوجه تاع الغريبه مزيان. اللي بغى يدير العسل غادي يديرو، اللي بغى يدير الشوكولاط ابيض حتى هو يقدر انه يديرو، حتى هي كتجي زوينه، كتجي معلكه على هذا الشكل بحال هكذا. كناخذ الثانيه ثاني بحال هكا حتى كنكمل الكونتيتي كامله اللي عندي ديال الغريبه. تبارك الله راه 600 غرام كتخرج على هذا الشكل بحال هكا. الكنافه خاصها ضروري تكون محمره مزيان باش كتعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه كيف ما كتشوفوا. وبقاو معايا حتى نكمل الكونتيتي كامله اللي عندي ونتلاقاو. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو التقديم النهائي تاع الحلوه ديال الكنافه اللي كتجي على هذه الطريقه بحال هكذا. صدقوني انها كتجي لذيذه وزوينه بزاف. كتجي بهذه الكثافه بحال هكذا في الكنافه، وبصحه والراحه.